السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام محمد معكم من جديد في عجالة سريعة. معايا خبرين غاية في الأهمية. في خبر منهم يخصنا جامد وهنخليه الخبر الثاني. والخبر الأولاني إن في اشتباكات حصلت بين القوات السودانية وميليشيات مسلحة من أثيوبيا اشتبكت مع القوات السودانية وقتلت منهم 3 جنود وضابط ضابط برتبة نقيب. مش ده المهم ان الميليشيات دي معترف بيها في اثيوبيا ومدعومه من الحكومه الاثيوبيه اللي بقياده الحيوان اللي اسمه ابي احمد. كمان الاشتباكات دي جات بعد زياره وزير الخارجيه السوداني مع وفد رفيع المستوى، تم النقاش فيه بينه وبين ابي احمد على حل المشاكل او النزاعات المختلف عليها على الحدود بينهم ما بين بعض. مش دي المشكله. الخبر الثاني ان اثيوبيا انسحبت للمره المليون من مفاوضات سد النهضة، واحنا بالنا طول جو في الموضوع ده زيادة. تمام. وقالت ان هي هتفكر وهترد علينا في الطلبات اللي طلبها مصر واللي احنا لينا من 2015 ومن قبل 2015 بنتفاوض في حرج ميتين السد ده. طب ايه الحل مع اثيوبيا؟ الحل انك تضرب السد اللي هو اساسا ما كانش المفروض يتساب يتبني من الاول، ما كانش صح من القوات المسلحه المصريه او من الجيش المصري او من الشعب المصري او من الدوله المصريه انها تسمح ببناء السد، لكن اتطينا على راسنا واتبنى السد، والظروف كانت غصب عن عين الجميع وكان الوضع الداخلي مضطرب جدا. تمام. بل ان القوات المسلحه ما كانتش في وضع استعداد جيد انها تدخل حروب الا لما يستتب الامر الداخلي. اثيوبيا بتقول ان السد سدي والارض ارضي والميه بتنبع من عندي. تمام. ومحدش ليه عندي اي حاجه. تمام. كمان احنا لازم نقلع توب الحمل الوديع اللي احنا لابسينه من بعد حرب اكتوبر ده ونرجع لطبيعتنا الاساسيه، وان اساسا قانون الغابه اللي هو بيحكم العالم ما تغيرش. البقاء للاقوى يا اخواننا، البقاء للاقوى، البقاء للاجهز، البقاء للمتقدم اكثر تكنولوجيا تسليحيا اقتصاديا. ده هو الوضع الحالي. اما توب الحمل الوديع اللي احنا لابسينه ده وعاملين فيها دعاء السلام، فكك من الكلام ده، كلام دلوش اي 30 لازمه. ولنا في العراق عبره. ثانيا، وهاجي الموضوع العراق ده بس دقيقه واحده. ثانيا، في كذا محلل سياسي من المصريين بيقول لك ان احنا ما عندناش مانع من بناء السد، وان اثيوبيا تستفيد اقتصاديا من السد من حيث توليد الكهرباء وغيره والتنميه الاقتصاديه. احنا عندنا مشكله بس في تشغيل السد. لا والله، مشكله تشغيل السد ايه؟ احنا عندنا مشكله في السد نفسه. السد لازم يتضرب يا اخوانا. مفيش حاجه اسمها ان هم من حقهم يستفيدوا وما يفيدوش. الكلام ده كلام فاضي، كلام ملوش اي 30 لازمه. وارجع واقول لك ولنا في العراق عبره. يا اخوانا اللي ما تعرفوش ان نهري دجله والفرات اللي هم مشهوره بيهم العراق، النهرين دول بينبعوا تمام من تركيا. تمام. في نهر من النهرين دول ليه 42 نهر فرعي بينبعوا من ايران بيغذوا حوالي 8 مليار متر مكعب في نهر من النهرين دول، وتقريبا دجله. تمام. وفي مجموعه من السدود بنياها سوريا وبنياها العراق وبنياها تركيا، وكانت في اتفاقات دوليه بتنظم عمل السدود دي بينهم ما بين بعض. كلام زين جوه. تمام. وما كانش في حد يجرؤ انه يمنع نقطه ميه عن العراق او سوريا اساسا. وكانت الاتفاقيه دي فيما معناها يعني اختصارا ان لازم تركيا تسمح بمرور 500 متر مكعب في الثانيه من سدودها عشان توصل للعراق ومن بعدها سوريا. كلام زين. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان النظام السوري الله يرحمه عليه العوض ومنه العوض بسبب رئيس متخلف اسمه بشار الاسد، ربنا ان شاء الله باذن الله يورينا في يوم باذن الله. تمام. ضبع في السلطه فضيع بلده وضيع شعبه، وادي الوضع اللي حاصل في سوريا واللي انتم عارفينه وفي غنى عن الكلام. كذلك الامر من قبل سوريا العراق اللي تم التكاتف عليها من قبل اليهود، من الامريكان، الشيعة اللي جوه العراق. تمام. وضاع النظام العراقي وعليه العوض ومنه العوض، ويبقى وضع العراق اغنى دول العالم بالبترول، الوضع اللي انتم شايفينه ده. طب اللي حصل ان الجماعه الاتراك بنوا سدين غير السدود اللي عندهم. سد اسمه اليسو وده الاخطر واللي تم تشغيله في 2019 قريب هنا ولسه ما اشتغلش بطاقته الكامله، وسد تاني اسمه سد اتاتورك. تمام. السدين دول ضيعوا الميه خالص، وطبعا بسدودهم اللي قبل كده منعوا الميه عن العراق. وجات ايران اقذر دول العالم بعد اليهود طبعا، لان ما فيش حد ينافس اليهود او اسرائيل في قذرتهم. اقذر دول العالم ايران، الشيعة الكلاب اللي عمرنا ما هنشوف منهم خير واللي وجب قتلهم قولا واحدا. تمام.
42 معاهم شركه هي الذراع المائي للحرس الثوري الايراني، شركه اسمها خاتم الانبياء. الشركه دي قررت انها تبني 120 سد جديد على 42 نهر. النهر اللي هم بيغذوا نهر دجله او الفرات تقريبا ب 8 مليار متر مكعب عذرا. تمام. السدود دي مش بس كده، في نقطة التقاء سدين نهري دجلة والفرات، نقطة تسمى شط العرب. النقطة دي بيلتقي فيها النهرين. نسبة الملوحة زادت كام يا عم الحاج؟ زادت 25 ضعف، قتلت السمك وحرمت الناس من الصيد، غير المية اللي ما وصلاش اصلا. وبتحقيق بسيط كده اتضح ان ايران بتصرف مية من ورا سدودها، مية مالحة. ده كله تآمر على العراق، وبرضه مش موضوعنا، لينا حلقة هنتكلم فيها الموضوع ده. اللي حصل ايه بس؟ اللي عايز اقوله لك اختصارا للكلام ان كانت السدود دي موجوده وما كانش حد يجرؤ انه يمنع نقطه ميه عن العراق ولا سوريا، لكن لما وقعت الانظمه دي بانت النوايا السوداء لتركيا والايران ومنعوا الميه. لك ان تعلم ان منسوب الميه ما بيتخطاش النص متر في نهري دجله والفرات، اللي كان صدام بيقول لهم ينعل ابو تركيا لابو ايران. تمام. تقالبوا على الدولتين بعد ما سقطت الانظمه. فلما انت تيجي دلوقتي يا محلل يا مصري يا محترم يا اي واحد مصري عاقل ويقول لي انا ما عنديش مشكله مع السد اتبني، انا معايا مشكله في تشغيله، لا، هقول لك لا، ما حصلش الكلام ده. انا مشكلتي كلها مع السد لازم يتضرب. في 2012 انتوا قلتوا لنا ان ما ينفعش نتدخل، ما ينفعش نضرب، وما عندناش تسليح وقواتنا مش عارف مالها، والوضع الداخلي مضطرب والاقتصاد، واحنا مش في حبر ان احنا ندخل الحرب، مع ان الصح كان اتضرب من اساسه من قبل ما يتبني. تمام. على الاقل خالص ما كانش هيبقى حجم غضب اثيوبيا زي حجم غضبها لما تضرب السد وهو مكتمل. تمام. طب افرض حصلت عندي حاجه، انا سبت السد ووافقوا على ان احنا نشغلوه بالطريقه اللي احنا عايزينها. طب افرض حصلت حاجه عندي، افرض دخلنا حرب مع تركيا، افرض دخلنا حرب مع اسرائيل، افرض حصلت اي اضطراب داخلي تسبب في اضعاف الدوله ولو لمده سنتين ثلاثه، يقطعوا عنا الميه خالص. الصح قولا واحدا ان السد يتضرب، تمام. الاول كنا بنقول طيراننا لان هو ملهوش حل غير انه يتضرب ضربه جويه او بصواريخ. كنا بنقول ان طيراننا ضعيف، طيران عندناش غير الاف 16 واكله ابوها وامها اللي بتجي لنا في شكل معونه من الولايات المتحده الامريكيه، وكان احدث بلوك عندنا منها بلوك 52. تمام. لكن دلوقتي عندي رافال، عندي سخوي 35، عندي ميج 29، عندي صواريخ اسكندر، عندي كل حاجه. صفقات اكثر من جيده في القوات المسلحه تاسع عالميا، مع ان الواحد ما بياخدش بالتصنيفات دي، كلام فاضي يعني. جيش العراق كان الرابع عالميا. تمام. لكن احنا نختلف 360 درجه عن العراق. تمام. الشعب كله متوحد، الشعب كله بيحب قواته المسلحه، الشعب كله متوحد حول قيادته السياسيه. تيجي تقول لي مثلا القياده السياسيه عندنا ما عندهاش الجرأه انها تاخد قرار حرب؟ ما حصلش. اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنين اللي فاتت ده كلها يقول ان الراجل ده قادر مش ياخد قرار حرب، قادر ياخد قرار الحرب 60 مره. احنا يعني انتشل البلد في وضع كارثي، والناس صدقت ومشت. اتخذ قرارات سياسيه ما فيش قائد في العالم يجرؤ انه ياخدها ضد شعبه او في شعبه، لكن الوضع الاقتصادي او الوضع السيء للبلد اقتضى ذلك والناس تقبلت ده. فما ينفعش تقول لي ان الرئيس مش هيقدر ياخد قرار حرب، لا، الرئيس يقدر ياخد ابو قرار الحرب وهو عارف ان الكل هيدعمه. والحمد لله من سمات الشعب المصري الكويسه اللي هنحمد ربنا عليها ان الشعب فئه واحده، ده اولا. وثانيا مجرد ما بتحصل كارثه خارجيه كله بينسى المشاكل الداخليه والاختلافات وبيتوحد حول قيادته، ورا قيادته، ورا جيشه وقواته المسلحه. احنا في وضع يسمح ان احنا مش نضرب السد، ان احنا نمسح اثيوبيا من على الخريطه. يا اهل العقل يا اهل المنطق. تمام. زي ما قلنا لنا في العراق عبره، العراق لما وقعت ضعفت. تمام. العراق بتعاني من كارثه مائيه بسبب تآمر خارجي، ده اساسي. وان الشعب ضيع نظام، حتى لو كان النظام ده ظالم، الا انكم انتوا وقعتوا نظام البلد، فاتكلبت عليكم ايران الشيعيه واتكلبت عليكم تركيا، وتم القضاء على الماء. تمام. آلاف الأفدنة أصيبت بالتصحر، الصيادين مفيش سمك، مفيش شغل، مفيش مية. كارثة مائية كما قال الكتاب. ولو مد بنا ربنا في العمر هعمل لكم حلقة كاملة عن اللي حصل في العراق. كارثة. تصوروا انه ده بيحصل في العراق. تمام. وكانت في اتفاقات والسدود دي موجودة، بس وقعت الأنظمة أو ضعفت. أضمن منين إن الكلام ده ما يحصلش معايا؟ يا إخواننا قولا واحدا السد لازم يتضرب،
لازم يتضرب، واحنا بفضل الله قادرين على ذلك. احنا لا العراق ولا عندنا سنة ولا شيعة ولا اكراد ولا اي حاجة، البلد قطعة واحدة، كلنا حتة واحدة. تمام. والحمد لله الجيش بيحظى بدعم الشعب. اول ما هتضرب طلقة سلمني سلاح وهتلاقيني معاك. تمام. 120 مليون على كده. واذا كنت هختار بين الموت عطش ولا موت في حرب، موت في حرب، على الاقل موت بكرامة. تمام. قولا واحدا يا اخواننا، لله وللوطن القائمين على الامر، يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا جيشنا المبجل المعظم، لازم تضربوا السد. مفيش حاجه اسمها انهم يرضوا بتشغيلنا وبركه يا جامع انها جت منهم في 60,000 داهيه. تمام. اضربوا السد قولا واحدا، السد لازم يتضرب، ولازم اثيوبيا تبقى عبره لاي دوله تفكر تقرب من مصر، مش تضرب السد وتسكت وتأدب اثيوبيا، تمسح بها الارض وتخليها عبره وفرصه من ذهب. تمام. انا صحيح ضد ان اي حد يصنف لاسرائيل على انها عدو تاني. اسرائيل ده عدو واحد، عدو واحد قولا واحدا، اسرائيل عدونا الاول، مفيش جدال ولا نقاش. بل ان اي شيء قذر بيحصل في الكوكب ابن الكلب اللي احنا عايشين فيه دي وراه اليهود. وهقول لكم في الحلقه الجايه باذن الله دور اليهود في حوار السدود. بل ان السدود اللي في تركيا دي فكره مين؟ فكره شارون، الله يجحم اكتر ما هو مجحوم دلوقتي. وهقول لكم دور اليهود في اللي حصل في العراق ده كله. نرجع لموضوعنا الاهم، بركه يا جامع ان جات منهم وانسحبوا وغاروا في 60 مليون الف داهيه. نضرب السد ونخلص من وجع القلب ده كله، كلنا مع جيشنا، كلنا ورا جيشنا. سلمني سلاح بس وهتلاقيني معاك. تمام. والله الواحد كان قاعد مستني استدعاء يجيله، وعلى بركه الله ويكشط ضربك، ولا اموتش عشان اموت انا وقاتل راجل ذكر واقف مكاني، ولا اموتش من العطش زي الفئران. تمام. قولا واحدا اضربوا السد وغوروه من بوزنا، بلا تشغيل بلا مش تشغيل، وادبوا اثيوبيا وعملوها عبره، وسندوا السودان في اللي هي حصل معاها ده. ولازم السودان تفضل تحت باطنا ومعانا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.